إن أردت أن تختصر رحلة السفر إلى ربوع إفريقيا ما عليك إلا الإبحار بين صفحات الصحفي نجم الدين سيدي عثمان الذي أصدر كتابه تزامنا مع المعرض الدولي للكتاب بالجزائر العاصمة، مولود أعلامي سماه رحلة جزائري في ربوع إفريقيا، وفيه يرصد مغامراته الإعلامية في التغطية الرياضية التي قضاها مع المنتخب الأول ووفاق سطيف. والله هو فيه مشاهدات وانطباعات وقصص شخصية من تقريبا يمكن إدراجه في ضمن أدب الرحلة، ولا أعتقد أنه من الصعب تلخيص هذا الكتاب إلا لمن اطلع عليه، ولكن لا أعتقد أنه بمثابة الدليل، ولكن من سيقرأه سيزور 10 دول إفريقية بدون تأشيرة وبدون تذكرة سفر. فضول زوار المعرض الكتاب الدولي قادهم إلى كتاب نجم الدين من أجل اقتنائه والتعرف عن قرب عن كواليس العمل الإعلامي بالقارة السمراء. كتاب شيق ومروع وفيه قصص يعني رائعة جدا، وكاين حوايج اللي ما يدوروش في راسك يعني اللي تشوفهم في افريقيا. فيما يخص هذا الكتاب شريته يعني كتاب عنوان راحلات جزائري، وهذه الصحافة رياضية وشي يعني شيء جميل جدا. وهناك الصحافة أو كتابة رياضية. في تحدي آخر، تحدي أنه الكاتب أو الصحفي الرياضي ممكن أن يكون كاتب، ممكن أن يكون مثقف، ممكن أيضا أن يؤرخ لأحداث، أن يؤرخ لأحداث فاصلة أيضا لانقسام السودان، شهرين قبل ثورة ليبيا، أحداث كثيرة جدا مشوقة جدا يحملها كتاب نجم الدين سيدي عثمان بين دفتيه. خطوة نجم الدين في التأليف قد تدفع عدد من الصحفيين الرياضيين على وجه الخصوص في التفكير مستقبلا في خوض غمار الكتابة وتوثيق تلك اللحظات التي عاشوها وتقاسمها مع القراء. حسين صالح، بي سبورتس، الجزائر.